السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في فيديو جديد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة عملت كيكة البرتقانة الكاملة يا جماعة، تحفة من الجمال. شايفين لونها عامل ازاي؟ وبرده كان لونها أحلى من كده بكتير. التصوير حسيته برضو ان هو ظالمها وظالم لونها. والطعم طبعا روعة روعة روعة. يعني طعم البرتقان وزي كأنك حاطه لها اسانس برتقان بالظبط. بصوا بقى ما شاء الله. شايفين القطع عاملة ازاي؟ بصوا كانت لسه طالعة من الفرن حالا. طبعا احنا بنقطع الكيكة لما معلش وقعت مني. بنقطع الكيكة لما بتهدى شوية. تمام. بصوا بقى القوام بتاعها وطعمها رهيب رهيب. بصوا لونها كده، بقول لكم كانت الكاميرا ظلماها. ما شاء الله. اتمنى تعجبكم وتنور رضاكم يا رب ان شاء الله، والفيديو يعجبكم وتشتركوا في القناة. بصوا الطعم كان رهيب رهيب رهيب. بصوا القوام بتاعها زي الاسفنجية بالظبط. الفتحات بتاعتها كانت صغيرة جدا وضيقة، والمسام بتاعها ضيق، مش مسام واسع كده ومش ظريفة خالص. لا هتعجبكم جدا جدا جدا. شايفين اللون عامل ازاي؟ ما شاء الله. تحفة تحفة تحفة. اتمنى تعجبكم وتنوروا رضاكم، تشتركوا في القناة وتفعلوا زر جرس التنبيه عشان يوصلكم كل جديد انا بعمله. يلا بينا نشوف المقادير والوصفة مع بعض. بصوا. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة هجيب البرتقانة يا جماعة، بس هقطع الجزء اللي فوق ده. تمام. والجزء اللي تحت برضو زي بالظبط كده. تمام، عشان الحتتين دول بيبقوا ناشفين، ممكن ما يعدوش في الخلاط. وهجيب طبق كده واقطع البرتقانه، واقطعها بالشكل ده كده عشان اعرف اطلع منها البذر. تمام. اول لما بقطعها بالشكل كده بيبان لي البذر على طول في ايديا. تمام. انتوا عارفين البرتقان الصيفي بتلاقي فيه بذر يعني، بس مش كتير قوي، بس بيبقى هو بصراحه بيتميز ان كله ميه. بيبقى العصير فيه اكتر من اي حاجه، اي برتقان تاني يعني. تمام. بصوا كده. بطلع البذر اهو، منساهوش، عشان البذر ده بيخلي الكيكه مرره، بيمرر في الوصفه. تمام. لكن سبحان الله القشر في الوصفه دي تحفه تحفه تحفه. كده خلاص. بصوا قطعتهم كده، هحطهم بقى في الخلاط. تمام. وهشتغل بقى باقي مكوناتي كلها في الخلاط. وهنا دول عصرت برتقانتين. تمام. وضفتهم عليهم. ممكن تضيفي بدلهم لبن عادي، لبن حليب. وهنا دي نص كوبايه من الزيت. الكوبايه اللي هشتغل بيها جميع الوصفه يا جماعه. ومعلقه سمنه كبيره. تمام. ودول بيضتين. واهم حاجه اللي هشتغل بيها يا جماعه، كل المكونات بتبقى بدرجه حراره المطبخ، ما تبقاش حاجه ساقعه ولا حاجه طالعه من التلاجة. تمام. كده خلاص هحطهم كده، هضربهم في الخلاط مع بعض. بس هضيف اهم حاجه نقطتين الفانيليا. وهضيف معلقه من الخل. الخل بيخلي لي الكيكه فاتحه وجميله. ودي ذره الملح ما انساهاش. تمام. بصوا دي كوبايه الا ربع من السكر. كل الحاجات دي هتتضرب في الخلاط مع بعضها، المواد السائله كلها في الخلاط. تمام. هضربهم بقى ضربه كويسه جدا لحد ما احس ان البرتقان وقشر البرتقان كله اختفى. يعني انا عندي هنا قشر البرتقان وكمان السكر. تمام. ممكن لو حطيت سكر بودره مفيش مشكله برضه، بيبقى احسن. هضربهم كده كويس جدا في الخلاط زي ما احنا شايفين. وهستمر في الضرب كده لحد ما اتفقنا كده مع بعض ان احنا حبيبات السكر تختفي والبرتقانه تختفي تماما. بصوا اول ما بضرب فيها كده يا جماعه البرتقانه بتختفي تماما، مبيبقاش ليها اي اثر. ما تخافيش خالص، بس طعم الكيكه ولونها بيبقى رهيب رهيب رهيب. طعمها بيبقى مختلف جدا. كل اللي بيشوفها كان بيقول لي انت عاملاها ازاي. كده خلاص خلصت ضرب. بصوا بقى القوام بتاعها عامل ازاي. بصوا القوام يعني القوام بتاعها. بصوا ما فيش حبيبات خالص. البرتقانه اختفت، ما بقاش ليها اي اثر. كده هجيب البوله بتاعتي اللي هشتغل فيها، وهحط فيها كل الخليط اللي انا عملته ده، بس هنزله في الخلاط كويس جدا. تمام. وهنا دول عندي كوبايتين من الدقيق. هحط عليهم معلقه من البيكنج باودر كبيره، معلقه ونص كده. وهحط كمان معلقتين من النشا.
يعني معلقة من البيكنج باودر ومعلقتين من النشا، واقلبهم كويس جدا مع بعض. وهنا بقى هنزل الدقيق بالتدريج كده على الخليط بتاعي، واهم حاجة التقليب. ما شاء الله الوصفة كانت جميلة جدا جدا جدا. يبقى الوصفة هحط فيها معلقة كبيرة من البيكنج باودر ومعلقتين من النشا، وافضل اقلب بقى كويس جدا كده لحد ما الخليط بتاعي يحس انه خليط كده مناسب وقوامه مناسب، زي ما هتشوفوا معايا دلوقتي في الفيديو. ما شاء الله الوصفة كانت رهيبة رهيبة رهيبة، والطعم كان تحفة. المج ده اللي انا اشتغلت بيه كل المكونات. كده تمام. اضربهم كده بقى لحد ما الدقيق يختفي. تمام. واكون محضره صينيه، وفي الوقت ده يا جماعه كنت ببقى مشغله الفرن على درجه حراره 180. كده خلاص. بصوا بشيل الجوانب كده اهم حاجه عشان مبقاش فيه اثر للدقيق. تمام. حضرت الصينيه دي ودهنتها بالزيت وبطنتها بالدقيق، وهضيف بقى فيها الخليط كله اللي انا عملته. شايفين قوام الكيكه عامل ازاي؟ ولا هو خفيف ولا هو تقيل، قوامها كان مناسب جدا جدا جدا. افضيه بقى كله كده، وعلى هديها بس خبطتين كده على الرخامه قبل ما ادخلها الفرن. تمام، زي ما بنعمل كل مره في اي كيكه، عشان لو فيها اي حبيبات هوا تطلع منها، وتطلع القوام بتاعها زي الاسفنج كده، ما يبقاش فيها حبيبات كبيره. كده خلاص دخلتها الفرن، ودي شكلها كده بعد ما طلع من الفرن. حطيتها على درجه حراره 180 في الرف الاوسط. اول لما حسيتها احمرت من تحت وخدت لون كده ذهبي، وتحت فتحت عليها الشوايه شويه. تمام، لحد ما خدت اللون الذهبي ده زي ما انتوا شايفين كده. كده بقى بقطعها معاكم عشان اوريكم قوامها كان عامل ازاي، ولونها كان تحفه يا جماعه. ما شاء الله الكيكه بتاعت النهارده كانت رهيبه رهيبه رهيبه. بصوا ما شاء الله. شايفين بقى لسه طالعه من الفرن، كان لونها وطعمها وريحتها كانت قلب البيت. معلش وقعت مني. شايفين كده بقى؟ بصوا القوام عامل ازاي، وطعمها كان رهيب. بصوا بقى لونها عامل ازاي، شايفين؟ هشة وطعمها تحفة تحفة تحفة. ولونها كده كان يشهي يا جماعة، لون وشكل وقوام جميلة جدا. اتمنى تجربوها وتنول رضاكم وتنول اعجابكم، وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر جرس التنبيه عشان يوصلكم كل جديد انا بعمله. بصوا بصوا قوام الكيكة يا جماعة، وبصوا لونها كمان. يعني الكاميرا والتصوير ظالم لونها والله في التصوير. اتمنى تعجبكم وتنول رضاكم. بصوا كانت سخنة كمان، انا مش قادرة اشيلها ومش قادرة امسكها، يعني من سخونيتها لسه طالعة من الفرن. لما بتبرد كمان بتبقى طعمها جميل جدا وتحفة تحفة تحفة. والسلام عليكم بفيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله.